يرون بهجة وجمالا. قد ترك بالحزن على مقام وثناها في مجده وتعالى. لاحظت العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق مما قد رعته رفعة في سؤونه وكماله. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويخال في تعقل معانيه الجنان. انتصر منه في علم البطون والدهور ما منع الوجود الحلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتركها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعظ بها اللسان عما تضمنه من التصديق بها والإيمان. أسعد الصدور من الإيمان قواعده ودلوا على اليقين من شر ذلك البدعة وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره من تبليغه لخلقه من فضله ورحمته. محمد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الله رسالة وأدى الأمانة وهدى به من الأمة بشرا كثيرا. وكان في بحر المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظم أمنا بتقدر الله بها على البشر وما عشاها من نعمة اكتسب سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأسكن تحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بخلق الوقودية وبرز فيها في علم الكمال وقام لك ربوع في حكمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط بقلب نور يزيد التعسر به وحبه ويقتل بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين تقوا صحبة المجد بقربه وتفيعوا إلى شرف العصر بوجه وحبه ما أكوانا بنسل ذكراهم نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. أما تجد لما جعلنا قديرا قبل كثير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أول حين قرب أول وجهة الحبيب أعلنت السماوات العظمى بنا بترحيب وأبرمت بإلهيات القدس وألسنة الملائكة بالتبشير العالمين دعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نورك كاملا في عالم الظهور
نورا فوق كل نور وأبرحك حكم على من أتى الله عليه النعمة من حواس الأمة أيض عند ولي أمة تأنيسا بجنب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضر بذوق السيدة مريم والسيدة آسية ومعه من أخونا عن رسول الله لما شرب بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خضر وجوه هذا المولود فانفلق صبرك من النور عن عمود وبرج الحامد المحمود مدعنا لله بالتعليم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أهبل ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فربوا يا أهل المساني فزار يبني واستبيعوا بجمال الرقى في حسن تفرغ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بتاج مستمر ليس يغفل حيث أوتينا طاعات الفهر المحمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن ينصره مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 إرهابا بوجود مرحبا مصطفى الهادي محمد
وبجاه إلهي مرحبا مرحبا جنوبا لكل ما قصر مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جدا وقيل من جاس بالغيب نزل ورزق ربي بلغنا بجاهي في جواري غير مكان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين تجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita berada di penghujung atau tutup hari terakhir dari bulan Rabiul Awwal. Alhamdulillah. Muga lugu sampean mulai dari subuh yang hadir hari ini atau istiqomah masa pencukup dicatat amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad iki lek disifati kate diceritakno kaya apa wae ndak kira mari-mari. Tidak ada selesainya Muhammad ini ala tabannu diwasifihi biwasfih yafna zaman fihi ma lam yusafi. Katanya Al-Habsyi ala tabannu diwasifihi biwasfih, betapa banyak orang yang menyifati Nabi Muhammad itu yafna zaman fihi ma lam yusafi. Sampai zaman ini mari wafihi keistimewaan Nabi Muhammad, sifatnya Muhammad malam yusafi dari harinya. Dari hari dipuji kaya apa, dari akhlak kaya ini banyak yang tidak tersebutkan daripada keistimewaan Nabi Muhammad. Kuake timbang sing wis disebut, timbang sing wis diceritakno di kitab-kitab ewan jilid, ribu-ribu jilid. Itu ujian untuk cerita mengenai Nabi Muhammad itu hanya sebagian kecil. Tidak sampai apa usru mi'syaril atar rabbani, katanya Al-Habsyi, tidak sampai 1/10 dari pemberiannya Allah. Tidak sampai 1%, tidak sampai dari apa yang sudah Allah puji seperti itu. Tidak apa-apa nih pujian ke Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Pas zaman wafihi malam yusafi, jujur tak Allah jujur kau ini sekurus gede kau ini waktu diangkat jadi Nabi seperti ini, seperti tak sirah mari pujian ini Nabi Muhammad tak sirah mari. Tapi muka kalau hari ini kalau selesainya bulan Maulid ini, semoga Allah selesaikan segala kesulitan kita, diangkat KPU Pangeran
Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun-tahun kita ini menjadi yang lebih baik, hari-hari lebih baik, bulan-bulan ditambah barokah barokah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana terlebih dari itu Nabi Muhammad ini mau diapakan saja nggak bisa, nggak ada selesainya. Jangan ketika setelah jadi Nabi, sebelum jadi Nabi, dalam beberapa cerita yang kita pelajari kemarin di kitab ini, dalam beberapa keterangan seperti apa istimewanya Nabi Muhammad saat dulu dilahirkan. Sebelum dilahirkan sudah istimewa, waktu dilahirkan sudah istimewa, ketika masih bayi sudah istimewa. Dalam masa-masa dia itu ketika kanjeng Nabi tinggal di tempatnya Bani Sa'ad sudah istimewa. Itu masih kecil, si bayi, si turun jadi Nabi, apa maksudnya jadi Nabi. Nabi Muhammad ini istimewa semenjak sebelum diciptakan loh. Keistimewaannya, kebarokahannya, keagungannya, pangkatnya itu Allah munculkan semenjak sebelum diciptakan. Semenjak sebelum dilahirkan sudah diistimewakan oleh Allah SWT. Sampai Habib Ali Habsyi itu ngomong bimabdahu harul khalqu kaifantihahu. Nabi Muhammad di awal-awalnya beliau sebelumnya dilahirkan, awal-awal diciptakan, bimabdahu harul khalqu kaifantihahu. Awal-awal ketika Nabi Muhammad cilik wis gawe bingung wong. Halal para makhluk ini bingung kaifat dihau. Apa nanti ketika itu awal-awal ceritanya Nabi Muhammad pangkatnya sudah seperti itu. Kaifat dihau ya apa akhirnya bulan dibelah yang siji dari cepat digubai, yang siji ditaruh di gunung sebelahnya, dibelah terus dikumpul mana? Tak pakai latih, cuma ngomong ini tak. Ada lah iso nyembelas moko terus kumpul dari siji cekak mana? Tak iso. Kayak sihir lo apa pasti ada cacatnya, itu jadi kembali. Tapi tidak ada yang beriman zaman hanya Muhammad. Kalau kamu itu memang punya mukjizat, punya nabi, tunjukkan keistimewaan. Katanya orang-orang kufar dulu sebelumnya dibelah, tek. Sing iman tambah iman, sing gak iman tambah benci. Di kumpulannya ternyata tidak beriman orang-orang itu sing ngongkon. Jadi gitu. Di awal-awalnya masya Allah. Awal-awal Nabi ketika kecil, tidak anak hari ini dipuji Nabi, tidak anak hari ini sampai wafat, sampai dua anak sampai wafat mana, anak yang wafat mana, kira hari Nabi Muhammad dipuji. 1400 tahun sudah dari dulu pujian orang-orang sebelum kita kepada Nabi Muhammad lebih istimewa dari pujiannya kita. Kita ngomong tok, maulid sampai sajam tok. Kali bengi malam rolas pirang jam paling suwe petang jam, ya ada petang jam belum sampai. Wah dulu itu muji sama Nabi sampai kangen sampai mimpi kata Nabi Muhammad SAW. Sampai muji sholawatan tengah bengi turun, ternyata mimpinya di tempat saat ternyata. Untuk mimpi kanjeng Nabi, tidak mimpi aulia, ada memang mimpi jerangkong. Ada apa-apanya gitu. Sama orang-orang dulu tidak ada apa-apanya. Bimabdahu harul khalq kaifantihahu katanya Bilabsi. Nabi Muhammad itu tepak secili ayo masya Allah keistimewaan kaifantihahu ya apa ketika Nabi sudah jadi Nabi, sudah jadi Rasul. Ketika Nabi kecil ini masya Allah apa ketika ngembala kambing, Nabi ini ketika ngembala kambing, Nabi ini tidak giring, Nabi itu ngembala kambing dari kecil tidak giring. Nabi itu melaku dipeloi ya mbak ini, dipeloi, wah mbak ini menang. Wah mbak ini dalam satu keterangan disebutkan mbak itu tepak ribut, mbak atau labil atau langsung menang kabeh. Mbak itu koyok diteloi pemimpin ini terus menang ya. Melaku kok ngomong-ngomongannya, noleh Nabi menang, hormat. Delok yang ngarep kabeh dak ono sing toleh, ono sing nunduk mangan rumput dak ono, adep nang kanjeng Nabi kabeh. Ya cilik dulu kanjeng Nabi. Sama si kecil Nabi belum jadi Nabi kan, cikal bakal seorang Nabi. Itu Nabi Muhammad SAW. Bima harul halak kaifantihahu. Awal-awalnya itu bikin orang itu bingung. Sayyidah Halimah ini pernah ngomong, Sayyidah Halimah itu, wallahi demi Allah katanya, semenjak aku mendapatkan Muhammad ada di pangkuanku itu, semenjak itu aku merasakan sesuatu yang agung, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang menakjubkan. Dari setiap hari ke harinya itu sampai aku kembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Setiap hari ono ae, bedino, cucu wangi, sing opo Nabi Muhammad tuh wangi. Ketika masa kecilnya tuh wangi. Walaupun tidak dimandikan, Nabi Muhammad tuh wangi. Dan wanginya ini demi Allah katanya Halimah, dirasakan beberapa rumah di pinggir saya. Misalnya Nabi Muhammad dituruh di sini, Umay Halimah. Itu rumah yang pinggir-pinggir, rasanya wangi ini Nabi Muhammad SAW.
walaupun tidak hadis, walaupun tidak hadis. Dan itu terasa ketika Nabi Muhammad pulang ke Mekah, hilang wangi itu, hilang. Dan yang mencium wanginya itu bukan Halimah. Kalau Halimah yang mencium mungkin wajar, karena satu rumah sama Nabi. Ini tidak, rumah sebelahnya mencium wanginya. Nah, karena Rasulullah SAW atyabun nasi rih. Nabi itu adalah orang yang paling wangi baunya. Wa illam yakun gadkata, wa illam yakun yatabayya. Walaupun Nabi tidak begitu wangi. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi sementara muka baru kayak maulid Nabi ini, Allah tanamkan kepada hati kita mahabbah, cinta, takut, hormat, barokah. Allah sebarkan barokahnya kepada seluruh kampung kita, desa kita, kota kita, negara kita, insyaAllah. Apa katanya Habib Ali Amsi, wa inna ala khairi ma damat sifatuhu sudah. Selagi sifatnya Kanjeng Nabi disebut, dipuji Nabi kudik kono disebut, di sana masih disebut, di tempat-tempat sana Nabi itu sifatuhu sudah. Kayak sifatnya Nabi itu dimuter, dia itu diceritakan, disebut, disolawati, disanjung, di mana-mana. Inna ala khair, jangan khawatir. Selagi sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini disebut inna ala khair, kita masih tetap dalam keadaan baik. Kita akan tetap dalam keadaan baik kalau sifatnya Nabi ini muter di muka bumi. Inna ala khairin madhaman sifatuhu bidaris. Maka Allah berikan, tumpahkan kepada kita kebaikan-kebaikannya Kanjeng Nabi, barokah Kanjeng Nabi. Mandar muka barokah bulan Maulid kita yang sudah ngaji dari awal sampai akhir, yang hadir di penutupan ini. Mandar muka Allah SWT tanamkan di hati kita barokah, mahabbah. Mandar muka dibaringi husnul khotimah ya Allah SWT. Mandar muka diterima amal saya dan sampai semua. Semoga disimpan Allah SWT sebagai jalangan, tapi sebagai wasilah selamat aku sampai tapi anak akhirat, anak hari kiamat ketika sakaratul maut. Amin Allahumma amin. Dan saya pribadi mohon maaf selama mulai adanya ngaji subuh ini sampai selesai hari ini. Saya mohon maaf dari tempat jaminan atau semuanya. Semoga minta maaf sebanyak-banyaknya. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada semua sing wis nulung, sing wis bantu, sing hadir. Mandar muka diterima kabeh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mandar muka dibarengi panjang umur untuk yang bulan Maulid mana, insyaallah nanti kalau kita panjang umur semoga dikasih kesempatan ya Allah iso ngaji mana, iso ngurmat Nabi saben dina insyaallah. Mandar muka dibarengi umur yang dawa, dibarengi barokah, dibarengi kesempatan iso bermaulid Nabi lagi. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, 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 ya Allah bihusni khatimah, ya Allah biha, 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 ya Allah bihusni خمسة أطفي به حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا الله بها 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 يا الله بحسن وخديجة الكبرى التي هي للمعالي عالمة وبعائشة ذات الجمال الكمال العالمة يا الله بها 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 يا الله بحسن وببنت عمران أم عيسى لم تزل راحمة وبآزية من أصبحت من كل هول سالمة يا الله بها 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 يا الله بحسن والدفنا والمسلمين من كل عين لامبة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة يا الله بها 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 يا الله بحسن وعليهم يا ربنا منك السلام الدائمة
ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت متوسلا سيدي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل صحيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتجه الأعمال فتعود وترح وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه البيوضات الغامرة نتوجه إليك وأشرف الوسائل الذي سيد المسلمين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة على بلك المحبوب لك المحصد بشرف الأخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر القاسم لك في عبادك وساكك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكون الأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أهل حضرتك جرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاء النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا سكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ذنوبنا جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين فجحنا بإليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب وأجره وله ظهره اللهم بركته وشريف جدنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وجملة الدين في جميع الأصدار منشورة معالم الإسلام والإيمان وأهلها معمورة معنا الرسول واكشف اللهم غربة المكروبين وابتدائنا المدين وفي المدين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأكثر واجعله بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر واجعلنا يا رب في الإسلاسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الإسلاسين